حللتم اهلا وقدمتم سهلا. اذا ندخلوا في الموضوع مباشره. اليوم غادي نتكلموا حول عصير المورينزي. عصير المورينزي، وما ادراك ما عصير المورينزي، اللي الان الكل اصبح يتكلم عن انه ماده غذائيه فوق الطبيعه، ماده غذائيه اللي يعني الفوائد ديالها كثيره وكثيره جدا. المورينزي غني بمضادات الاكسده، خاصه سكون ابل لا بري زيرونين، او كاين اللي كيقول لا برو زيرونين، يعني الماده القبليه، واللي لما كتحول كتولي لنا اون زيرونين. وهذا لا زيرونين غادي نشوفوا ان شاء الله الفوائد ديالها. هاد لا بري زيرونين لما كياخذ الانسان العصير ديال المورينزي او لا كياكل النوني، فهاد لا بري زيرونين هي اللي كاينه في النوني، وكتمشي مباشره من الجهاز الهضمي، كتنتقل الى ما كانش هناك كما كيقولوا ثقوب في لا بارير انتستينال، او لا في الامعاء الدقيقه، او لا في المصران الرقيق. اذا ما كانش هناك ثقوب، ممكن ان هاد لا بريزيرونين كتدخل للدوره الدمويه وكتنطلق مباشره لتتركز في الكبد. وكل جزء واعي الدماغ ديالنا كيحاول انه يطلبها باش يحولها الى ماده اخرى سميتها لازيغونين. ولازيغونين هي اللي من بعد غتلعب دور ديال انها كتشد واحد، كتمشي تستقر في واحد المستقبلات اللي كتمنع جميع الانواع ديال لي زاديكسيون يبقاو عند الانسان، جميع الانواع ديال الابتلاءات، ها اللي مبلي مثلا بالخمر، ها اللي مبلي بالدخان، ها اللي مبلي بالحشيش، ها اللي مبلي واي نوع، حتى اللي مبلي بالسكر، انه عزيز عليه السكر بزاف. الا بدا كيشرب العصير ديال المورينزي غيدخل الذات ديالو هاد لا برو ولا لا بري زيرونين، اللي لما غادي يطلبها الدماغ غادي تتحول بواحد الانزيمات الى لا زيرونين، ومن بعد غادي تمشي تستقر في واحد المستقبلات، وغتقول ذاك الانسان لما غتشد المستقبلات، اش من غتشد؟ تشد المستقبلات ديال لا كافيين، والانسان ما يبقاش يحمل بزاف القهوه. تشد المستقبلات ديال النيكوتين، اللي الانسان يبقى يكره الدخان. غتبقى تشد المستقبلات ديال لاطين، وغيبقى الانسان يقلل من الشرب، سورتو المدمنين على الشاي ولا هذا. هادو كلهم كيعطيوني الناس اللي عنده واحد الادمان وباغي يقلع على هذا الادمان هذا، يشرب الكثير من سميتو من المورينزي،